حتشبسوت؟ أعرفها. طب تعرف ماتت إزاي؟ لأ. صح؟ تعال أقولك حتشبسوت ماتت إزاي. لما فحصوا جثة حتشبسوت لقوا إنها كانت مصابة بمرض جلدي في رقبتها، واكتشفوا كمان إن حتشبسوت كانت بتعاني من مرض السرطان. لما لقوا تفاؤل سرطانية موجودة في عظم الحوض عندها لما فحصوا الجثة بعد موتها، نفهم من كده إن حتشبسوت ماتت موتة طبيعية، يعني مش مقتولة. طب إيه يا ترى السبب ورا موت حتشبسوت؟ الإجابة هنا موجودة على شكل إزازة عطر لقوها عند حتشبسوت بعد موتها، وهي موجودة دلوقتي في المتحف المصري في جامعة بون الألمانية. وبعد فحص الإزازة بعد سنين من موتها اكتشفوا إن زجاجة العطر ما كانش فيها عطر أصلا، كانت بتحتوي على غسول للبشرة، حاجة كده زي اللوشن، وكانت حتشبسوت بتستخدمه كدواء للإكزيما، بالإضافة إلى إن الزجاجة بتحتوي على مادة سرطانية عالية. يعني أنت عايز تقول إن حتشبسوت ماتت بالدواء بتاعها؟ لما فحصوا الأوعية الرئوية بالإشعة المقطعية لحتشبسوت وجدوا إنها مسدودة، وده بسبب مادة طينية بتدهنها على جلدها. لكن لما حللوا إزازة الغسول بتاع البشرة بتاعتها لقوا إنها بتحتوي على نفس المادة اللي موجودة على الأوعية الرئوية بتاعت حتشبسوت. ولما حللوا الإزازة دي لقوا إن هي بتحتوي على كميات كبيرة من زيت النخيل وزيت جوز الطيب. أما باقي فريق العمل اكتشفوا إن في مادتين كمان اتضافوا على الخلطة دي، كانت حامضية دسمة بتستخدم في تخفيف الألم، يعني مسكن لأمراض الجلد اللي كانت موجودة في عيلة حتشبسوت بالوراثة. وكمان لقوا إن المادة دي بتحتوي على الكيروسوت، دي مادة بتستخدم لمعالجة الأمراض المزمنة. ومعروف كمان إن في الكيروسوت مواد مسرطنة، عشان كده منعوا استخدامها في مستحضرات التجميل، واي دواء حاليا بيكتشفوا فيه المادة دي بيمنعوه من البيع نهائي. اللي لقوه في ازازة حتشبسوت مادة بنزو الفا برين، وده مركب هيدروكربون عطري شديد الخطورة، واي حد في صيدلة وطب عارف معنى الكلام ده لانه ليه تأثيرات مسرطنة عالية جدا. فعلى فكرة حتشبسوت ابدا ما كانتش قصدا ان هي تموت نفسها بالمادة المسكنة المسرطنة، ولكن لما لقت فيها ان هي بتسكن الألم بتاعها اتعودت عليه، وللأسف كانت سبب في نهاية حياتها.